القرار اللي بتأجله اليوم ممكن تندم عليه بكرة. أصعب مرحلة في رحلة هجرتي لأستراليا ما كانت امتحان اللغة ولا تجهيز الأوراق ولا حتى السفر نفسه. أصعب مرحلة كانت إني أخذ القرار نفسه. معاكم رضا القاضي. أنا عشت واشتغلت في السعودية سنين طويلة، وكان عندي أسباب كثيرة تخليني أستمر في نفس المكان: راتب، وظيفة مستقرة، حياة متعود عليها، أهل وأصحاب وذكريات. لكن في نفس الوقت كان في سؤال ما بيفارقني: هل الحياة دي فعليا هي الأنسب لي ولأسرتي على المدى الطويل؟ أول حاجة كانت موقفاني هي الخوف من فقدان الموجود. مرات بنتمسك بالحياة المعروفة لنا حتى لو ما كانت بتوصلنا للمستقبل اللي بنتمناه لنا ولأولادنا، بس لأنه المجهول بخوف. الحاجة الثانية كانت آراء الناس. واحد يقول لك الهجرة صعبة، الثاني يقول استراليا غالية، الثالث يحكي لك قصة حزينة عن تجربة واحد أو ناس فشلوا في استراليا أو في كندا أو غيرها. وفي النهاية ممكن تلقى نفسك عايش على مخاوف وتجارب ناس تانيين بدل ما تاخذ القرار المناسب ليك انت. الحاجة الثالثة كانت كثرة التفاصيل: امتحان لغة، تقييم مهني، نقاط، تأشيرة، مستندات. لما تشوف الحاجات دي كلها مرة واحدة بتحس انه الموضوع معقد او حتى مستحيل، لكن لما تقسمها لخطوات صغيرة او مايلستونز حتلاقي كل خطوة بقت واضحة وممكنة. بعد ما وصلت استراليا فهمت انه الخوف اللي بيسبق القرار مرات بيكون اصعب من الصعوبات اللي بتجي بعده. أنا ما بقول لك سيب حياتك وأمشي بدون دراسة أو تخطيط، لكن في نفس الوقت ما تخلي الخوف أو كلام الناس يقرروا مستقبلك بدلا عنك. أدرس خياراتك، أعرف فرصك، قارن بين المكاسب والتضحيات، ودي حاجة مهمة جدا، وبعدها اتخذ القرار الأنسب لك ولأسرتك. لأنه القرار اللي بتأجله الليلة بسبب الخوف ممكن تندم عليه بكرة إذا ما أخذته بدري. ولو محتار وما عارف تبدأ من وين، أحجز استشارة مجانية من خلال الرابط الموجود على موقعنا، وحنساعدك تفهم الخيارات المناسبة لوضعك. كان معكم رضا القاضي، وسلام.